اليوم رح نعمل جلاش بالجبنة، طبق سهل كتير وطيب. بيلزمنا 3 معالق زبدة كبار و3 معالق سمنة كبار، مندوبهم على النار. وللحشو منحضر الجبنة. أنا هون استعملت جبنة شلل، نقعتها 10 دقايق بالمي ليروح الملح منها، وبعدين حطيتها بالمصفاية. والكمية اللي نحنا منحبها ضفت لها 3 أو 4 مثلثات جبنة، وضفت لها بقدونس بيعطيها نكهة كتير طيبة. الجبنة بيلبق البقدونس كتير معها، وحركتهم بهالطريقة، خلطتهم بهالطريقة. هلأ عنا عجينة الجلاش، طبعا الكل بيعرفها. بنفردها بهالطريقة وبناخد منها طبقتين. العجينة 500 جرام لهالصحن، هذا الصحن كبير البايركس مثل ما شايفينه. أول شي بعد ما دوبنا السمنة والزبدة بندهن فيها البايركس مثل ما شايفين، السفل والأطراف. وبناخد ورقتين من العجينة بنحطهم بالصحن مثل ما شايفين بهالطريقة. ممكن نستعمل نص الكمية على صحن صغير. هلأ بندهن كمان بالسمنة والزبدة، كل طبقتين ندهن بالسمنة والزبدة لنخلص نص كمية العجينة. هلأ بنفرد الجبنة. هذا الطبق سهل كتير وطيب بالعزايم، صنف كتير سهل وطيب، بنصح الكل يجربه. بعد ما حطينا كمية الجبنة كلها بنرجع بنعيد نفس العملية. بنحط الجلاش وبنحط عليه السمنة والزبدة لتخلص كل الكمية. بعد ما خلصنا الكمية كلها بنرجع بندهن الوش. هلأ بنقطعها بالسكينة قبل ما ندخلها على الفرن، لأنه الجلاش بس يستوي صعب إنه يتقطع. نقطعها مثل ما شايفين الحجم اللي نحنا بنحبه، ونكون هون محميين الفرن على درجة حرارة 170 درجة. هلأ هيك أنا خلصت التقطيع، رشيت حبة بركة وسمسم بيعطوا منظر وطعمة كتير طيبين، منظر حلو وطعمة طيبة.
هلا رح دخله على الفرن واتركه ليتحمر السفل والوش. هلا رح حطيت نص كاسة حليب وبيضة، حركتهم بالمضرب اليدوي، ومعلقة صغيرة نشا، ومعلقة كبيرة لبن زبادي كمان منحركهم، ومعلقة خل، وظرف صغير فانيليا، ورشة ملح. منحركهم وبس تحمروا طراف العجينة وتحمر وشها شوي، ومنسكب بالخليط فوقهم ومنرجعها على النار ومنشغل الشواية بالفرن من فوق، ومنحط الصينية على الرف النصاني لتكمل استوى وتحمير. هلأ بعد ما طلعتها من الفرن هيك صار شكلها، منظرها بياخد العقل والطعم كتير طيب. بتمنى الكل يجربها. شوفوا ما أحلاها، بتبيض الوش بالعزايم وسهلة كتير، ما بتاخد ربع ساعة بعملها. واللي ما اشترك بالقناة يشترك وفعلوا زر الجرس ليوصلكم كل جديد.